اعمل ايه يا استاذ؟ ليا ورث واحد الورثه او جزء من الورثه اغتصبوا حصتي الميراثيه ورفضوا ان هم يسلموها لي، وطالبتهم بيها بالود مره واثنين وثلاثه وبرضه رفضوا وقالوا لي روح اعمل اللي انت عايزه وروح المحكمه ارفع علينا. طيب عاوز اخد حقي عن طريق ان انا اعمل جنحه مباشره بالامتناع عن تسليم حصه ميراثيه. هقول لك كلام سليم وانت كده اتحركت بشكل مظبوط، ولكن نقطة بسيطة قد كده ممكن تجيب لهم براءة لو انت ما اثبتش ان انت طالبتهم بحقك الميراثي بشكل رسمي. يعني ايه يا استاذ؟ يعني علشان خاطر ارفع جنحة مباشرة بالامتناع عن تسليم حصة ميراثية لازم انذر الشخص المغتصب حقي ده او الوارث اللي واخد حقي ده عن طريق محضرين المحكمة بانذار رسمي بتسليمي حصتي الميراثية. طيب امتنع، بعدها ارفع الجنحة المباشرة وبقدم في الجلسة الانذار المعلن بالتسليم اللي هو رفض على اساسه ان هو يسلمني الميراث بتاعي، وبكده هقدر ان انا اخد عليه حكم. طيب لو انا ما عملتش كده وهو اثبت ان انا ما طالبتش اصلا بحصتي الميراثية دي، هياخد براءة في الجنحة، وللأسف هنضطر ان احنا نعيد الشغل تاني بس قدام المحكمة المدنية.